السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده جايبه لكم مطعم الشرقاوي، كبده ومخ وجمبري وسمك فيليه، كل اللي انت عايزينه. هنقول الاول مكانه فين. هو عنده 3 فروع، في فرع في القاهره في شبرا الخيمه، والفرع التاني باب الشعريه، والفرع التالت في بورسعيد. ده اللي احنا بنصور فيه دلوقتي. بورسعيد، الامل الجديد، امتداد قوات الامن، عمارة 24، بجوار محلات جوهرة الجلاء، امام مسجد الهيطة. مطعم الشرقاوي تأسس سنة 1982، ومتخصص في الكبدة والمخ والجمبري والسمك الفيليه، وكمان عنده فراخ بانيه. مطعم الشرقاوي، رز بالجمبري 20 جنيه، رز بالفيليه 20 جنيه، رز بالكبدة 20 جنيه، رز بسمتي سادة ب10 جنيه، رز بانيه ب20 جنيه. كبدة الشرقاوي الأصلي، كيلو الكبدة مع عيش وسلطة ب120 جنيه، 3/4 كبدة مع عيش وسلطة ب90 جنيه، نص كبدة مع عيش وسلطة ب60 جنيه، ربع كبدة مع عيش وسلطة ب32 جنيه، تمن كبدة مع عيش وسلطة ب17 جنيه. مخ الشرقاوي الأصلي، كل حاجة من الحاجات اللي هقولها معاها عيش وسلطة. كيلو مخ ب300 جنيه، 3/4 كيلو مخ ب225 جنيه، نص كيلو مخ ب150 جنيه، ربع كيلو مخ ب75 جنيه، تمن مخ ب38 جنيه. فيليه الشرقاوي الأصلي، كل حاجة برضو معاها عيش وسلطة. كيلو فيليه ب140 جنيه، 3/4 فيليه ب100 جنيه، نص فيليه ب70 جنيه، ربع فيليه ب35 جنيه، تمن فيليه ب20 جنيه، وبرضو معاهم العيش والسلطة. جمبري صغير، كيلو جمبري صغير ب200 جنيه، 3/4 جمبري ب150 جنيه، نص جمبري ب100 جنيه، ربع جمبري ب50 جنيه، تمن جمبري ب25 جنيه، ومعاهم العيش والسلطة. مشكل الشرقاوي الأصلي، كيلو مشكل ب180 جنيه، 3/4 مشكل 130 جنيه، نص مشكل ب90 جنيه، ربع مشكل ب45 جنيه، تمن مشكل ب25 جنيه، وبرضو معاهم العيش والسلطة. فراخ بانيه الشرقاوي الأصلي، كيلو فراخ بانيه ب140 جنيه، 3/4 فراخ بانيه ب100 جنيه، نص فراخ بانيه ب70 جنيه، ربع فراخ بانيه ب35 جنيه، تمن فراخ بانيه ب20 جنيه، ومعاهم العيش والسلطة. سلطات الشرقاوي الأصلي، طحينة وسلطة الكبدة ب2 جنيه، خيار مخلل ب3 جنيه، والطبق الكبير ب5 جنيه. باذنجان مخلل برضو ب3 جنيه، والطبق الكبير ب5 جنيه. واحلى حاجة بقى عندهم خدمة توصيل الطلبات، وهسيب لكم ارقام التليفونات في اخر الفيديو.
مطعم الشرقاوي، كبدة ومخ جمبري سمك فيليه، فرع بورسعيد، الأمل الجديد، امتداد قوات الأمن، عمارة 24 بجوار محلات جوهرة الجلاء أمام مسجد لهيطة. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم.